قبل ما يبقى فيه تيك توك وانستجرام، كان في ناس بتعمل ترندات على جدران المعابد. دول مش ملوك عاديين، دول اخترعوا الهيبة وعلموا البشرية يعني ايه قوة، يعني ايه حكم، يعني ايه تموت وانت لابس ذهب ومتحنط كأنك خارج حفلة. عشان كده انا قررت افتح كتاب مش عادي، حكايات فرعونية. كتبه راجل اسمه سليم حسن، مؤرخ اللي حب الفراعنة. قال لك انا مش هحكي لك التاريخ باسلوب الكتب الناشفه، لا، انا هحكيه لك كانك قاعد في قهوه في وسط البلد وحتشبسوت داخله تطلب شاي بالنعناع. الكتاب ده مليان حكايات، ملوك بيعبدوا الشمس، ملوك بيحلموا بابو الهول، ست حكمت بلد كامله وهي لابسه دقن، ومقابر بيتحفر فيها لعنات كانك داخل فيلم رعب. ودي اول حلقه من سلسله الفرعون قال. كل اسبوع هحكي لكم حكايه من قلب التاريخ الفرعوني، بس على طريقتي، طريقه تخليك تحس ان تحطمس كان جارك وان كليوباترا كانت بتفتح لايف. استنوني الحلقه الجايه نحكي اول قصه حقيقيه من الكتاب. يمكن تبدا بملك قلب الدين، او بتمثال اتكلم في الحلم، او بحد سرق مقبره واتلعن ومات. على فكره، انا محتاره ابدا اول قصه بايه. احكي لكم عن الملك اللي عبد الشمس، ولا الست اللي حكمت مصر بدقن، ولا اللي حلم بابو الهول وبقى ملك؟ اكتبولي في الكومنتات احنا عايزين نبدأ بإيه، واللي هياخد أكبر عدد تعليقات هيكون أول قصة نحكيها في الحلقة الجاية من الفرعون قال. ويلا نرجع التاريخ لحياتنا، بس من غير كتب ومن غير صداع، مننا ولينا وبالضحك كمان. سمعت عن الست اللي لبست دقن وخدت عرش مصر؟ تعال وانا احكي لك عن الملكة حتشبسوت، بنت ملك ومراته واخته وكل حاجة مع بعض. واللي حصل انها قررت تبقى فرعون مش ملكة، لا، فرعون ببدلة كاملة. الدنيا قالت لها ازاي ده العرش للرجالة؟ ردت عليهم بمنتهى الثقة، طب هلبس دقن واطمنوا، هي دي حتشبسوت، الست اللي قررت تبقى فرعون. ومشيت في المعبد كأنها داخلة برنامج مواهب، بس الفرق إنها كسبت العرش مش تصويت الجمهور. حكمت مصر بإيد من حديد وبلسان أنعم من البخور اللي جابته من بلاد بنط. فتحت تجارة وبنت معابد وسابت تمثال لنفسها في كل ركن. يعني لو كنت عايش وقتها كنت هتقول هو أنا شايف حتشبسوت في كل شارع ليه؟ عاش الشعب في حيرة، يعني هي ست ولا راجل؟ وبنت معابد تخلي الملوك الرجالة يقولوا احنا فين من دي. كان عندها وزير اسمه سنان موت، مش هقول لكم كانت بتحبه ولا لا، بس هو بنى لها 80 تمثال، يعني اكتر من عدد صور اي كابلز على الانستا. المضحك في الموضوع اللي جه بعدها قال امسحوا اسمها، دي كانت ست. بس التاريخ رد عليه وقال الست دي كانت فرعون غصب عن الكل. ودي كانت حكايتنا عن أول ست حكمت مصر بالدقن والدماغ والكاريزما. لو عايزين نحكي عن كليوباترا اللي كان بتلعب بالسياسة زي الشطرنج، أو عايز تعرف عن الفرعون اللي اتحاكم وهو عايش، استنى الحلقة الجاية. احنا بنقلب التاريخ ونرجعه بحواديت حقيقية، بس بطريقة نونا. وقولي، لو كنت مكان حتشبسوت كنت هتعمل ايه أول يوم ليك فرعون؟ كان يا مكان في مصر الزمان ظهر فرعون غريب الأطوار اسمه أمنحتب الرابع، بس قال لأ، الاسم ده مش عصري، أنا هسمي نفسي إخناتون، يعني النافع لآتون. الراجل ده حب الشمس لدرجة إنه لغى كل الآلهة وقال للناس مفيش آمون، مفيش حورس، مفيش غير آتون. وبدل ما يبني معابد للآلهة راح بنى مدينة جديدة وسماها أخيتاتون، وخد زوجته الجميلة نفرتيتي، الست المدلة والملكة والمستشارة والصحبة اللي دايما كانت بتقوله اوعى الكهنة يضحكوا عليك. كانوا بيرسموا نفسهم في وضعيات عائلية وبيحضنوا ولادهم ويبوسوهم وحاجات كده ولا في الاستوريهات، بس الكهنة قلبهم مولع. قالوا الراجل ده طردنا من المعابد ووقف مرتباتنا وقال نعبد قرص الشمس، هو اللي اتجنن ولا احنا اللي مش فاهمين؟ وبين الناس بتاكل عيش ناشف والراجل بيعبد الشمس وبيعمل حفلات روحانية، محدش كان فاهم هو بيحكم ولا بيعمل ايه بالظبط. بس لما مات الشعب قال رجعونا زي ما كنا، وبدأوا يمسحوا اسمه من على الحيطان كأنه عار، لدرجة انك لو مش بتذاكر تاريخ عمرك ما هتسمع عنه. بس استنوا، هو فعلا اتنسى ولا لسه ليه سر مستخبي في الرمل؟ وليه في ناس بتقول ان في واحد بعده ظهر فجأة صغير في السن بس خطير جدا؟ مين هو وليه أخفى كل آثار إخناتون؟ في الحلقة الجاية من الفرعون قال هنتكلم عن الفرعون اللي جه بعد الشمس واللي كان ممكن يبقى أسطورة بس مات بدري. تفتكروا مين؟ اكتبولي في الكومنتات أنا جاهز للحلقة الجاية، أو أنا عارف هو مين، واللي هيخمن صح هنسميه في الحلقة الجاية كاهن تيك توك الأعظم. الناس همست
ده طفل اتولد وسط لعنة، في ليلة ما كانش فيها لا قمر ولا نجوم. اتولد طفل أول ما صرخ الكهنة سكتوه والنجوم اتطفت. من أول ما اتولد كانوا بيحضروا له مقبرة مش عرش، وهو نايم الكهنة كانوا صاحيين بيكتبوا نهايته. فرعون صغير مات بدري بس ساب وراه كنز وصرخة لسه بترن في أذان التاريخ. توت عنخ آمون مش أعظم فرعون لكنه أشهرهم، لأنه اتدفن بسر واتكشف بفضيحة. فرعون صغير مشي على الحطام اللي قبله، وأبوه كان مين؟ إخناتون اللي قلب الديانة ومرمط الكهنة وكسر آلهة المعابد، فكان لازم يتشال ويتشال كل اللي ليه. عنده 9 سنين مسك حكم بلد كلها بتغلي، لا بيعرف سياسة ولا عنده رأي، بس حواليه كهنة بيمسكوا خيوطه زي العروسة. أول قرار خدوه تغيير اسمه من عنخ آتون لعنخ آمون. عبادة الإله آمون رجعت والمعابد فتحت أبوابها والناس فرحت، بس هو محدش سأل هو شايف إيه. دراسات حديثة قالت إنه ابن إخناتون واتجوز أخته، وده خلى عنده تشوهات. كان بيعاني من صعوبة في المشي وكان عنده مرض بالعظام. لقوا في مقبرته أكتر من 130 عصاية، مش موضة، ده كان بيتكئ عليهم كل يوم. مات صغير تقريبا عنده 18 سنة. مات ليه؟ محدش عارف. في اللي قالك وقع من على عربية حربية، وفي اللي قال اتضرب، وفي اللي قال اتسمم، بس المؤكد انهم دفنوه بسرعة وفي مقبرة شكلها مش ملكي خالص، كأن حد بيحاول يخفيه قبل ما الناس تسأل. سنة 1922 اكتشفوا المقبرة، مقبرة صغيرة جواها كنز لا يوصف، قناع ذهبي وتوابيت مرصعة وأدوات من الحياة اليومية وتماثيل وصناديق. بس الكنز الحقيقي اللغز اللي وراه. ليه مقبرة ملكية تبقى بالبساطة دي؟ وليه ما تبنتش مقبرة كاملة ليه من الأول؟ هل هو فعلا كان فرعون ولا كارت بيتغطى بيه لعبة أكبر؟ بعد الكشف بدأت سلسلة من الوفيات، أكتر من 20 شخص ماتوا بلدغات وبخنقة وبحوادث، والناس قالت اللي يفتح المقبرة يموت. لعنة ولا صدفة محدش عارف، بس اللي عارفينه إن اللي فرعون الصغير ساب وراه خوف أكتر من أي معركة. توت عنخ آمون مات وهو لسه مش عارف هو بيحكم ولا بيتحكم فيه. بعد 3000 سنة اسمه لسه عايش وصورته لسه على الجنيه، وده بيقول حاجة الفرعون ممكن يقول بس التاريخ لأ. استنوني في الحلقة الجاية من سلسلة الفرعون قال، وهنجاوب على السؤال الأخطر: مين اللي جه بعده؟ ومين اللي رجع الكهنة للسلطة ودفن كل اللي فاتوا؟ ولو شايف إنك فاهم القصة سيبلي تعليق. توت عنخ آمون كان ضحية ولا ترس في مؤامرة؟ افتكر الفرعون قال بس مش كل الناس فهمت هو كان بيقول ايه. خادم ومستشار وكبير كهنة، ما كانش من نسل الملوك ولا ابن شرعي للتاج، لكن كان دايما في الصورة. بعد موت توت عنخ آمون دخل القبر ماسك طقس فتح الفم، طقس المفروض يعمله أقرب الناس، بس عمله بإيده، وبعد أيام لبس التاج بإيده. الغريب الملكة الأرملة عنخ إسن آمون ظهرت في لوحات كأنها بتتوجه هو بالتاج، بس التاريخ بيقول إنها بعتت لحاكم الحيثيين تطلب منه زوج عشان تهرب من الزواج ده. هو كده اغتصب العرش ولا حافظ على استقرار البلد؟ فترة حكمه كانت 4 سنين، لكن بعدها الملك اللي جه وراه حور محب بدأ مسيرة حكمه بشيء واحد: محى كل أثر للملك شال اسمه من المعابد كأنه ما كانش موجود، كأنه كان لعنة لازما تتنسي. لكن السؤال اللي بيطارد أي حجر في طيبة: هو كان مجرم؟ مش كل اللي لبس التاج استحقه، وفي ملوك التاريخ رفض تعترف بيها، بس سابوهم كأشباح تطارد كل معبد وكل جدارية. العرش هيرجع وهيتملي، بس المرة دي مش بخادم ولا بكاهن، المرة دي هيمسكوا محارب، حور محب. فرعون ما جاش من دم ملكي، جاي من ساحة المعركة رافع سيف مش بردية. استناني في الحلقة الجاية، لأن الفرعون اللي جاي ما كانش بيحكم، ده كان بيعلن الحرب. اسمع الحكاية. ملك جه بعد سلسلة من اللعنات وقرر يقلب الطاولة على كل اللي قبله. حكمه كان قصير لكن نهايته كان شرارة اندلاع نيران جديدة في مصر كلها. اسمه حور محب، بس ما تتخدعش بالاسم. الراجل ده كان عسكري، بس لما لبس التاج مصر اتقسمت بين اللي بيتباهوا بيه وبين اللي بيخططوا لسقوطه. كان قائد جيش في عهد الملك إخناتون، وفضل قريب من السلطة وقت توت عنخ آمون. لما مات الملك مفيش وريث شرعي واضح، فدخل حور محب المشهد
مش كواريث، كمنقذ. محى كل أثر لإخناتون وتوت وآي من الجدران وبدأ حملة تطهير في التاريخ. رجع عبادة الإله أمون وبنى لنفسه معابد ضخمة. أصدر وثيقة شهيرة اسمها مرسوم حور محب بتحارب الفساد وتمنع سرقة الفلاحين. رغم إنه حكمه حوالي 27 سنة إلا إن قبره كان فاضي، ما خلفش ومفيش أدلة واضحة على نهاية حكمه. اختفى فجأة وسلم الحكم الراجل من العيلة الملكية الجديدة رمسيس الأول، وساب حور محب العرش. بس ما سابش وراه ابن، ساب دولة واقفة على رجليها مستنية اللي هيكمل الطريق. ومين اللي جه بعده؟ راجل بسيط بس مش من نسل الملوك، بس ابنه كان أعظم ملك عرفته مصر. استنوني في الحلقة الجاية من الفرعون قال لما نبدأ عصر جديد، عصر قوة ومعابد وحروب، عصر اسمه بدأ برمسيس الأول بس نهايته هتكون اسم الكل عارفه، رمسيس الثاني.